عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، شكرا للتواصل ديالكم، وشكرا لتشجيعاتكم اللي غتخليني انني نكمل القصة حتى للتالي. ونبداو الجزء الثاني من القصة. انا بوليسي وهي شفارة. كان عندي امل يقبلوني كاستاذ الفيزيك. دفعت لبزاف المؤسسات واخيرا عيطت عليا وحده منهم. مشيت ودخلت عند المدير اللي استقبلني بطريقه ناشفه بحال الا داخل لشي حرب. بدا يستجوب فيا حتى عييت وقال لي واخا صافي غدا اجي في الصباح نسينيو الكونطرا. ورجعت للدار وانا فرحان. قلتها للوالده وفرحات ليا بزاف. الصباح فقت بكري ومشيت ووصلت تما مع شي 8 وجلست نتسنى السي المدير اللي وصلت ل 9:30 ودخل المكتب ديالو. يلا بغيت نتبعو. قالت لي السكرتيره بلاتي واحد 5 دقائق عاد تدخل عنده. صافي وجلست عاوتاني شويه وتليفوني بدا كيصوني. بقيت كنشوف في النمره وخفت لا نمشي نجاوب وتخرج عندي السكرتيره وتقول لي دخل تكلم المدير. بقيت كنفكر وملي درت نشوف المكتب ديال المدير واش غتخرج السكرتيره شفتها تعطلات والتليفون مازال كيصون وانا نقول له لا تخرجي. جاوبت وقلت الو السلام عليكم. رد عليا واحد الصوت ديال واحد الراجل بطريقه رسميه. قال لي وعليكم السلام. قال لي واش انت هو المهدي العسكري؟ قلت لي هذا هو. قال لي واخا راك السي المهدي تقبلتي معنا في سلك الشرطه ياك دوزتي معنا الكتاب. بقيت انا مصدوم ما عرفت ما نقول وفرحت بزاف وجاوبته قبل ما يتعصب. قلت له دوزته. قال لي صافي اجي دوز الشفاوي ومرحبا بك معنا في سلك الشرطه. قلت ليه شكرا وبقيت ساكت وتالف. اش غندير دابا مع هذا المدير؟ شفت الباب ديال المكتب ديال المدير مسدود ولا نجمع الوقفه وخرجت بحالي وبقيت غادي في الشارع وانا كنتخيل راسي بوليسي وكنمشي بداك الطريقه البوليسيه وانا منسجم مع الدور وهو يصوني ليا التليفون. وجاوبت على التليفون وقلت لقيت الصوت ديال المدير. قال لي السي المهدي واش نسيتي الموعد ديالنا؟ وانا الصراحه ما نكذبش عليكم حشمت وما عرفت ما نقول. قلت له اسمح لي يا سيدي راني ما نقدرش نبقى معاكم. ولكن قبل ما نكمل المكالمه ديالي قطع عليا التليفون وجهي وعصبني هاد الدري كان ناقص. صافي ورجعت للدار وانا فرحان حيت غندير شي حاجه اللي تتعجبني. دخلت للدار وجهي منور وناشط والوالده لاحظت هذا الشيء وقالت لي بكلام الحلو وكل عسل تبارك الله على ولدي ناشط وفرحان. مالك ياك لاباس؟ مشيت لعندها وجلست حداها وبست ليها راسها وعاودت ليها شنو واقع. شافت فيا بنظرة استغراب بوليس وقالت لي من امتى وانت عزيز عليك لهذا المجال؟ ديما الوالده كتعجبني انني نكون بوليسي غادعي معايا. والوالده ديك الساعه حطت يديها على راسي وبدات كتقول الله يرضي عليك ويسهل عليك ويجعل قراراتك كلها في محلها. بست ليها يديها ويلا بغيت ندخل لواحد البيت وهي تخرج اختي اللي مزوجه من البيت. فرحات ملي شفتها. جات لعندنا حيت راجلها كان عنده شي خدمه برا المدينه وجات دوز معنا داك النهار. سلمت عليها وقالت لي تبارك الله عليك وتبارك الله على الناس اللي تياخذوا الدعوات ديال الوالدين. المهم دخلت البيت وسمعت اختي كتقول لامي راه خصك تدعي معاه باش يلقى شي عروسه نهار الاول الخدمه ديالو. سمعت الوالده تقول يا ربي امين الحمد لله يا ربي يسهل عليه ويعطيه بالناس اللي تواتيه. المهم انا في الصباح فقت بكري ولبست مزيان ومشيت ندوز الشفاوي. واكيد الوالده فاقت معايا في الصباح ودعت معايا وهادشي كيشرفني وكيزيد يقويني اكثر واكثر. المهم وصلت للمركز دخلت واستقبلني واحد البوليسي. قلت ليه علاش جيت وسولني على سميتي. قال لي صافي تسناني هنا شويه انا جاي. دخل لواحد المكتب وشويه وخرج وقال لي تفضل.
دخلت لذاك المكتب وانا نتصدم، تخلعت وبديت كنقرا في القران والادعيه، ودخلت لقيت 3 ديال البوليس جالسين كيتسناو فيا. جلست ومن بعد ما قلت مع راسي هذه هي الفرصه اللي عندي وخصني ناخذها. داك 3 د البوليس بقاو ساكتين، ومن بعد بداو عليا بالاسئله. كنت واثق من راسي وعارف اش باغي. ملي سالوا معايا سلمت عليهم وخرجت. رجعت للدار وبقيت تنطلب من الله نتقبل وندير المهنه اللي بغيت. داز داك النهار طويل، وفي الصباح مع السونست اتصل بيا واحد. كنت باقي ناعس وتنسمع التليفون تيصوني، وهزيت التليفون بشويه وانا عيني مسدودين وجاوبت. الو. قال لي المهدي العسكري. سمعت سميتي وانا نوض من بلاصتي. قلت له انا. قال لي مبروك راك تقبلتي معنا وتقدر تجي غدا تلتحق بالاكاديميه الجهويه لتدريب العناصر الشرطه. الصراحه انا ما فهمت والو. كنت مازال ضايخ وقلبي تيضرب بالزربه. صافي غدا نجي. هو يقول لي جيب حوايجك، الحوايج ديالك والحاجيات ديالك الخاصه، راه مده التدريب هي عام. وقطع عليا وانا بقيت واقف شحال كنستوعب المفاجاه، ومشيت تنجري وقلتها للوالده واختي. فيقتهم كاملين وحتى خويا خلعته. قال لي راني داخل مع 10. وانا قلت ليه وانا ميت بالضحك، واخو غايولي بوليسي القرد. ناض ما فهم والو. قال لي بالتعجب امتى وكيفاش؟ خنزلت فيه قلت له كيفاش ما جاتش معايا ولا؟ ضحك وقال لي لا ماشي هكاك. قال لي انت تبوكيسا والحاله والبوليس، ولكن البوليس ماشي مبوكسين حتى لهاد الدرجه. بقيت كنضرب انا وياه حتى فيقتو بزاز ومشينا للفطره. في العشيه بديت كنجمع حوايجي وتنفكر بانني هنغبر عام ديال التدريب وعام ديال البوليس، ولكن عارف راسي بان مور داك العام غنرجع شي حاجه زوينه في العائله، شي حاجه زوينه في حياتي تكون. وانا كنجمع حوايجي جات الوالده كتشوف فيا وعينيها مدمعين، حيت اول مره غنغبر عليهم. وصل الصباح دغيا وتوادعت معاهم وانا تنبكي خصوصا على الفراق الوالده. ومشيت وتلاقيت مع دراري اخرين وداونا كاملين للاكاديميه. دوزت التمرد المعقول، ولكن الحمد لله كنت قد المسؤوليه. ومن بعد دوزوا لينا امتحانات باش غادي نمشيو ندوزو ستاج ديال الشرطه. دوزناهم كاملين وفي الاخير قدرت نكون من هذوك الناس اللي نجحوا. ومشينا للمكتب ديال المسؤول باش نعرفوا فين غادي ندوزو ستاج. دخلنا وبقينا واقفين شحال عاد جا. هو يقول لينا دراري راه هاد ستاج مرحله تدريبيه، ملي غتساليوها غادي تلتحقوا بالخدمه ديالكم كضباط الشرطه. الصراحه انا كنت فرحان من الداخل وعينيا مدمعين، وكنشوف الفرحه في بزاف ديال الدراري اللي كانوا حدايا. وقال لنا داك المسؤول واحد المفاجاه اللي خلاتنا نتصدموا كاملين. ما بقاش عندنا الثقه باللي غنكملوا الحلم ديالنا. حد هنا كنسالي الحلقه ديالي الثانيه، حتى نكمل لكم الحلقه الثالثه في القريب العاجل. كان معكم المهدي بالنور، الى اللقاء.